ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفه عيش تجنن، حلوه قوي. عايزه اقول لكم طعمه يجنن، مش عايزه اقول لكم من حلاوته بيتاكل كده من غير اي حاجه. هنعمله بقى ينفع فطار، ينفع عشاء، ينفع مع المشويات، ينفع بصوا بينفع في حاجات كتير جدا. وسهل قوي وما بياخدش وقت خالص ومنجز جدا. تعالوا نشوف عملناه ازاي بطريقه حلوه قوي وبسيطه، ومش هيحتاج مننا اي مجهود خالص. اول حاجه انا عندي كوبايتين دقيق، عندي رشه ملح صغيره تقريبا حوالي ربع معلقه صغيره، عندي معلقه سكر كبيره، عندي حوالي معلقتين زيت، عندي بقى كوبايه ميه هنبدا نعجن بيها. انا هنزل الميه بالتدريج، هشوف تقريبا هياخد مني ميه قد ايه على حسب طبعا نوع الدقيق. انا لكوبايتين الدقيق استخدمت تقريبا حوالي كوبايه الا ربع ميه. هنزل بقى كل شويه كده حبه حبه لحد ما العجينه بتاعتي تبدا تلم معايا. ومفيش يعني اسهل من كده، عجينه حلوه قوي. بصوا هتكون بتلزق شويه، مفيش مشكله خالص فيها. هو ده القوام اللي انا محتاجاه للعجينه بتاعتي. هبدا بقى اشكل العجينه بتاعتي لكرات صغيره. انا عملت كوبايتين الدقيق عملوا معايا حوالي 10 ترغيفه عيش. هبدا بقى اشكلهم كلهم كده، طبعا الحجم اللي انتوا عايزينه. انا بالنسبه لي الحجم ده كان كويس جدا. عملت 10. هبدا بقى اسيب العجينه بتاعتي ترتاح شويه عشان اقدر تفرد معايا بكل سهوله. انا سبتها حوالي تقريبا نص ساعه. هبدا بقى اجيب العجينه بتاعتي. العيش ده بيحتاج رشة دقيق شوية، يعني كتير شوية. هنرش بقى دقيق كده من فوق ومن تحت ونبدأ بقى نفرد. هتبقى سهل جدا معايا. في الوقت ده انا مسخنة طاسة كده على النار، نار متوسطة. انا عايزة اقول لكم انا بفرد العيش واروح حاطاه يستوي لحد ما ابدأ افرد العيش اللي بعديه. سهل جدا جدا وما بياخدش وقت خالص، وطعمه بجد يجنن. لو جربتوها هيعجبكم قوي. عايزه اقول لكم بصوا، مع جبن، مع طعميه، مع مشويات، مع كفته، مع فراخ مشويه، اي حاجه حلوه قوي العيش ده. رش الدقيق بقى كده على الوش ورش الدقيق من تحت ونبدا نفرد. مش عايزه اقول لكم سهل جدا وفي منتهى البساطه. انا مسخنه بقى الطاسه بتاعتي. هبدا بقى افردها على الطاسه على نار متوسطه. اول ما احس ان اللون خلاص بدا من تحت ياخد لون كده، ان هو بدا يدخل على سوا، هبدا اقلبها على الوش التاني. بصوا العيش بدأ معايا ينفخ كده، حاجة بسيطة. العيش ده ما بيحتاجش ان هو ينفخ كله، لا هي حاجة بسيطة كده اضمن منها ان العيش استوى. بصوا حلو قوي. عايزة اقول لكم العيش ده حلو قوي، ما بياخدش مننا اي حاجة، هو شوية دقيق وشوية مية. بس بجد طعمه يجنن. مستنية طبعا ان انتوا تجربوا الوصفة، مستنية رأيكم وكومنتاتكم، وان شاء الله نتقابل فيديوهات تانية كتير هتعجبكم.